السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا مع فكرة بلوغ الأشد، واليوم مع قول الله عز وجل عن سيدنا يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ومع قول الله تعالى عن سيدنا موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الله جل جلاله في هاتين الآيتين من سورتي يوسف والقصص يقرر أنه عز وجل يضيف إلى إنعامه على سيدنا يوسف عليه السلام نعما أخرى، حيث أنقذه الله تعالى من حقد إخوته عليه، وأنقذه من الجب، وأنقذه من الرق، ويسر له قصر العزيز، ثم يسر له لقي الملك، ثم آتاه الله عز وجل الحكم والعلم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وكذلك سيدنا موسى عليه السلام أنقذه الله عز وجل بأن أوحى إلى أمه أن تلقيه في اليم، ثم أخذ إلى قصر فرعون وتربى فيه، ثم نجاه الله تعالى من القتل عندما خرج خائفا يترقب، ثم يسر الله تعالى له المقام لما قالت بنت شعيب: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه نعم أنعم الله تعالى بها على سيدينا يوسف وموسى عليهما السلام، ثم توج الله تعالى هذه النعم بأن قال: آتيناه حكما وعلما. ثم قال عز وجل: وكذلك، أي مثل ذلك الإنعام الإلهي على هذين الرسولين، الله تعالى ينعم بمثل ذلك على المحسنين. قال: وكذلك نجزي المحسنين. وتجد في سورة الصافات حديثا متكررا مذيلا الله تعالى به بقوله: إنا كذلك نجزي المحسنين، في الآيات رقم 80 ورقم 105 و110 و121 و131، تعقيب إلهي على حال السادة إبراهيم وإسماعيل وإبراهيم وموسى وهارون وإلياسين. ثم تجد في سورة المرسلات تعقيبا إلهيا في سورة المرسلات عن حال المتقين. الله تعالى يقول أيضا: إنا كذلك نجزي المحسنين. فهل أنت محسن؟ محسن هذه اسم فاعل من الرباعي الذي هو أحسن أو حسن. فهل أحسنت عملك وقولك وفعلك، أو حسنت قولك وعملك وفعلك حتى صرت من المحسنين، حتى تستحق أن يجزيك الله عز وجل مثل ما جزى وأنعم على ما ذكرهم الله تعالى في سور يوسف والقصص والصافات والمرسلات؟ إن هذا أمر ليس بالعسير. إن الذي
يحتسب في صنعته الخير، يعني يتقن حرفته، يتقن صنعته، يتقن مهنته، ويحتسب فيها الخير، يعني يحتسب الجزاء من الله تعالى على إتقانه، يعني على إحسانه في عمله مهما كان. ورد أنه كمثل أم موسى ترضع ولدها، أي تقوم بواجبها وتأخذ على ذلك الأجر. إن الإحسان أمر الله عز وجل به في مواضع متعددة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الله تعالى قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وقال: وقولوا للناس حسنا، وقال: وبالوالدين إحسانا. فوق أن الإحسان مرتبة من المراتب العليا الثلاثة مع الإسلام ومع الإيمان، تجد الإحسان الذي هو أن تعبد الله تعالى كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والذي لا يحسن إلى الله تعالى، والذي لا يحسن مع الله تعالى في عباداته، في أقواله وأفعاله، يصعب أن يكون محسنا فيما هو دون ذلك مع خلق الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لما تكلم عن سيدينا يوسف وموسى قال: ولما بلغ أشده، أي أن الإنسان يجب أن يستقبل هذه الجملة القرآنية كرسالة، فهما قد أحسن كل منهما في حياته الأولى، في طفولته وفي صباه وفي شبابه الأول، وظل محسنا طيلة حياته حتى إذا ما بلغ أشده أتم الله عز وجل عليه الفضل وأنعم عليه وآتاه حكما وعلما. هذه رسالة إلى الإنسان بشكل عام، رجلا كان أو امرأة، أن يعلم الآخرين أن تكون حياتهم كلها إحسان من بدايتها، طمعا في قول الله عز وجل: وكذلك نجزي المحسنين، بعد بلوغ الأشد، وقوله عز وجل: إنا كذلك نجزي المحسنين. فهيا بنا أيها الأحبة نحسن في أقوالنا، ونحسن في أعمالنا، ونحسن في أفعالنا، ونحسن أقوالنا، ونحسن أعمالنا، ونحسن أفعالنا، طمعا في قول ربنا عز وجل ووعده: وكذلك نجزي المحسنين. جعلنا الله تعالى وإياكم منهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.